فمثلا إذا تسمح لي، هذا الآن ابن النجف بعث لي، يعني الأخوة في القناة بعثوا لي هذا الرقي، عفوا هذا الدليل، أنا تشلبت بالرقي. كبر الدليل، مو تكبر الرقي يا أبو كريم. هذا الآن، هذا أمامك أبو عائشة، الإصابة في تمييز الرقي، في تمييز الصحابة، عفوا. يقول أن خليه نقول له حجي، هو ما ادري يشوفك هنا، بس خليه نقول له دقيقة، خليه يشوف الرقي. يقول الآن ابن النجف الأخ الكريم في القناة، الإخوان سألوني هذا السؤال، وهذا سؤال منطقي أبو عائشة الكل تسأل. يقول أنة المخن إلى هذا يعني. فيقول أنا ما راح أنطق الكلمة. يقول يا أن اخرج من المدينة إلى حمراء الأسد فليكن بها منزلك ولا تدخل المدينة يا أن. زين. بعد ذلك ماذا يقول؟ فقال رجل على مود لا ينحضر البث. زين. فقال له هيت رضي الله عنه. اي فقال هيت أقبلت. أنا أقول لك، يقول أنا أنعتها لك، هي إذا أقبلت. أبو عائشة أريدك تجاوب على هذا السؤال الخطير، هذا من أحد الأخوة، أنا مجرد ناقل. إذا أقبلت تمشي على 6، وإذا أدبرت ولت تمشي على. فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أرى هذا إلا منكرا. زين. هذا يقول يابا النساء يفعلن كذا كذا، وهو أن وهذا هيت وتقبل على كذا. الآن هذا يقول مأبور يقول هذا أيضا يقول ماتع الصحابي الجليل ماتع وهو زين. الآن هذول كلهم هذول ودالي جملة من الأدلة أبو عائشة النووي. السؤال لا حجي بعد أن وأنجشة ودلال بعد اي هذول كلهم نترضى عليهم. الآن السؤال أخونا أبو عائشة النووي، تفضل. حنا يا السنة شلون نعرف الصحابي اللي هو يعني مضبوط وحلو أحمر، كما أن نعرف الرقية حمراء وحلوة؟ تفضل حجي. مثل الرقية لزمة ونضربه على ظهره، إذا صارت بيرنة يعني هو الصحابي أحمر وحلو، وإذا يخن يعني فطير. ها لا احنا نخبط اول شيء، نخبط على وبعدين. لحظة اخواني، خلي ابو عائشة يكشف لنا. ابو عائشة لا انا عندي شك. ما تبقى حاسب. نعم شيخ ابو عائشة. طيب اسمعني. اولا كان دخول هؤلاء. خلي يكمل مولانا حاكم النيلي، كمل وطيك، خلي يكمل ابو عائشة، لان انا ثرت شبهة نقلها أحد الأخوة ومن حقي أن يدخل وبعدين أنت تدخل علي. تفضل أبو عائشة. الوالد الله يرحمه كان خبيرا في الرقية، يعرف الحلو والأحمر. أنا والدي من الأحمر غير حلو. لا أبو عائشة لحظة اخواني، ما تجيبوا لنا الرقية. لحظة أبو عائشة، إلا جيب رقي وجي اليوم بس دقيقة يعني والد أبو عائشة أبو عائشة اليوم يعني جبت رقية، هسه راح أجيب لك الرقية وجي على ما أجيب حجي وعد استغل الفرصة يا أبو عائشة. يعني أبو عائشة الوالد الله يرحمه المفروض يسوي له كتاب الإصابة في معرفة الرقي والصحابة. أبو عائشة اليوم اشترينا. أين الإقرار أنه صحابي؟ دقيقة يا جلمود، دقيقة. عائشة أبو عائشة، الله يرحم أبوك والله يرحم والدك، كان زين بالرقي. اليوم وين الرقية؟ خليني أجيبك. طيب أنا هذا الرقية بس مو ذكرت كان عنده خبرة في معرفة
شنو كان يسوي؟ شلون يعرف؟ في معرفة شو؟ الخبرة لا اخوان لا تقاطعون، والمعرفة، يعني موضوع مهم. الخبرة والمعرفة، مم. وكما يقول الخبرة. إيه. فكان خبيرا رحمه الله رحمة واسعة. شوف ابو عاشة، اليوم جبت هاي الرقية هذا اليوم. الخبير فسوت طبطبت عليها فطلعت الرقية. شوف الرقية ابو عاشة لوز حمراء، هذه حمراء وحلوة. احسن والله انت خبير، الله يرحمه. يعني حجي انت خبير بالرقي، يعني انت جبت الحمراء. شلون تعرف الرقية ابو عاشة؟ شلون تعرف الرقية حلوة؟ اسمع لا ليس بالضرب فقط، ليس ابو عاشة اعطينا مجال، يعني حتى بالرقي ما كنا. شلون تعرف الرقية حلوة؟ تعرف الرقية حلوة من واحد لك رقية والله يا الله. واحد طاك هدية رقية ما شفتها. شلون تعرف الرقية؟ ساري خلونا نكمل رواية الرقية. والله حلوة هاي الرقية عيدة. فشلون تعرف الرقية حلوة؟ أولا من الخطوط تبعها، وتعرفها من هذه الصغيرة. هسه ما أدري ليش انتوا تستهزئوا بالقرآن. يعني هاي يعني الرقية حلوة بس أرجوك يعني الرقية حلوة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. يعني الرقية طلعت حلوة وحمراء. سيدنا ما يسمى. شوف المصيبة. لحظة يا شيخ علي لحظة يا شيخ رقي، يا شيخ علي اسمع. المصيبة الكبرى اخواني انه شوف احنا من نجيب الرقية ايش قد حريصين الخطوط وتعرفها منا وتطبطبها. والله العظيم انه نريد الدين ما يطبطبون على الصحابي ويعرفوه رقي لو مو رقي. شفت المصيبة؟ يعني دينه ما يطبطب عليه، رقية يطبطب عليه. اسمعني، انت ما تترك للشخص يتكلم. يعني لما يتكلم عن السنة على الخلال او غيره، انا مديني اجيب لك استشهاد يا اخي دول ابو عاشة، لكن انت حتى بالرقي متدخل. لا اسكت ابو عاشة، الوالد الله يرحمه. اسكت دقيقة في عندي لك شيء تسمع. بس لحظة خلي يتكلم ابو عاشة. الوالد كان له جملة مفيدة. كان عندما ياتي يقول حبحب على السكين، حبحب على السكين. بمعنى انه الوالد رحمه الله واثق من انها حلوه وحمراء، يقول لك حبحب على السكين. مره ابو عاشة والله الكلام صدق. مره كنت في احد الدول، المهم دوله احبها جدا، كنت مسافر دائما من ارتاح اسافر لهاي الدول. فواحد يبيع رقي بمنطقه شعبيه، فابو عاشة ايدك تحلي هذا اللغز. هذا الواحد تكلم بلهجتهم، قال له اريد رقيه، ما اعرف شنو قال له. هسه انا اذا اقول الدوله يعرفوها، يلا خل اقول الدوله. كنت في مراكش، فكنت في مراكش شفت واحد يقول له الواحد اريد رقيه، وانا كنت ما بس المغرب ما عنده، ما هم مشهور. لا ابو عاشة لا المغرب ما هم مشهور. لا والله ابو عاشة اذا اريد ابو عاشة، احنا هنا في بريطانيا يجيبون لنا الرقي المغربي عسل. المغرب بيها يتميز بيها اكو منطقه كامله عندها موز صغار، موز. هذه البلد كلها موز، والموز احلى من العسل. موز صغير والله العظيم احلى من العسل. المهم ابو عاشة دقيقة خليني بس خلي ابو اديب تعال البث 5 اكو مجال. دقيقة سيد. الاخوة ارسل بيت شعر يقول لو جبت رقيات لو بيها خنة، يا انجش المقصود يا بيها أنه. احسن. ابو اديب تعال البث 5 في مجال. تعال